انت بتعمل ايه؟ بطل اللي انت بتعمله ده عشان عايزين نتكلم في حاجه مهمه النهارده. سيب بقى الحاجه دي وسيبني اكلمك بقى. عايز اقول لك معلومه بقى، تعرف ان الشباب بتاعتنا منين؟ من كل محافظات مصر. عندنا من الشرقيه والمنوفيه واسكندريه ودمياط، وعندنا من بورسعيد كمان. ايوه امال ايه، والمنصوره. فكل شيء بيقدم لنا اي منتج او بيعمل لنا اي تيست بيعجبنا فبنشتغل عليه، بنحب ناخد ارائكم فيه. الشباب عملوا لنا ايه المره دي؟ عملوا لنا يا صديقي كبده بالرده، عباره عن وجبه كبده بالرده معاها سلطه الطحينه والعيش. دي طبعا الشيفات عاملينها بطريقه جميله قوي، وعايزك تدوق كده وتجرب وتقول لي ايه الطعم. يا سلام بقى العيش، شفت الدخان بقى، الدخان بتاع العيش عامل ازاي؟ بيتقدم طازه عندنا واحنا بنخبزه عندنا في المطعم. حط بقى يا صديقي عليها الطحينه بقى، وممكن بدل الطحينه تاخد سلطه خضراء. انت هتاخد اللقمه دي كلها في بق واحد يا صديقي ولا ايه؟ انا عايز اراء العملاء، عايزهم يجربوا الكبده بالرده ويشوفوا رايهم فيها ايه. لو عجبتهم هنحطها في المنيو، ما عجبتهمش مش هننزلها في المنيو. احنا كدهان شغالين على ارائكم انتوا بس. طبعا يا صديقي انت بيعجبك اي حاجه يا عم خليك معايا وركز معايا. طبعا شويه. طب انا عايز اسال سؤال بقى ونقوله كل المتابعين بتاعتنا. قول لنا مين احسن بلد بتعمل كبده بالرده؟ الشيفات عندنا موجوده من كل بلد. قولوا لنا مين الشيف اللي بيعمل الكبده كويس. هنستنى ارائكم في الكومنتات. ماشي يا صديقي، الكبده واخداك في حته تانية خالص. مستني الكومنتات بتاعتكم تقولوا لنا رايكم فيها ايه. عجبتك الكبده يا صديقي؟ تاني قلب. انا مش جبت لك استاذ محمد علمك لغه الاشاره وانت ما تعلمش حاجه ابدا؟ انا كده مش هقعد معاك تاني. اسالك سؤال يا سيدي، لو نجحت هنكمل مع بعض. قول انا عايز اساعدك. لو عايز اساعدك اساعدك ازاي؟ ليه يا سيدي؟ عايز اساعدك تبقى كده، وانا كده مش هقعد معاك تاني الا لما تتعلم.